بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا بسرعة كده وخلصنا، يعني المفروض ان السيري لوج وظبطنا الموضوع بتاع الاس كيو سيك عشان نبتدي نقدر نشتغل عليه، وفرجتكم ازاي اصلا السيك يشتغل وكده. احنا هنكمل النهارده الاستيك سيرش. الاستيك سيرش برضو ازاي احنا نقدر نكون بكل بساطة كده نشتغل يعني. ما هو كده كده اوريدي الريستك سيرش يقدر تعمله وتشتغل بيه، او الاس اي كيو وهكذا. طيب احنا هي مش هيختلف كتير، الموضوع كله ببساطة شديدة ان انت برضو في السيتنج يعني انا عملت بروجكت صغير جدا في كنترولر واحد. انت تيجي في الاب سيتنج نفس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، بس احنا هنكتب رايت تو. هو بدل ما يروح على الاس اي كيو، لا احنا هنروح على الاستيك سيرش، وهنروح على اليو ار ال دوت. وهقول لكم ازاي اصلا هو الاستيك سيرش هت تقدر تسيت اب الاستيك سيرش على اللوكال على جهازك. والابلكيشن ممكن تسميه اي حاجه، اي حاجه في الابلكيشن يعني. تمام. طب احنا المره اللي فاتت يوزنج ايه كنا؟ المره السينك سيك وال لكن المرة دي هتبقى الاستيك سيرش، والمفترض الديفولت انفورميشن وبنرايد عليها الوردنج وكده. طيب عشان توصل ببساطة شديدة للموضوع بتاع الاستيك سيرش، طب ممكن تروح على الاستيك سيرش دوت كوم وتداونلود الاستيك سيرش. طيب انت في حاجتين، انت عن طريق بتشوز البلاتفورم. يعني ممكن انت مثلا لو عندك ويندوز او لينكس او ماك، فتقدر تنزل تداونلود الاستيك سيرش. لو على الكونتينرز، هو انت ممكن تبتدي دوكر افضل يعني. وطبعا موضوع الاستيك سيرش بالذات انا بفضل ان انت تكون عندك الدوكر. طيب دوكر ببساطة شديدة، دوكر زي ما احنا شايفين كده هيبقى عندي دوكر ديسكتوب، تقدر تنزله برضه، هسيب لكم اللينك بتاعه. وبعد ما تسطب الدوكر، يعني ممكن اعمل لكم برضو سايت فيديو كده، يعني اشرح لكم ازاي مثلا الدوكر برضو بيقوم. يعني هو موضوع الدوكر ده كبير شوية، بس انا مش عايز نتطرق ليه دلوقتي. يعني اعتبر ان احنا المفروض ان انت عندك الدوكر ديسكتوب، وتقدر ايه تسيت اب الديسكتوب او الدوكر يعني. تمام. زي ما انت شايفين ان هو الكيبانا، ولسه مش هنقول الكيبانا ده ايه. مفترض الكيبانا دوت هو الداشبورد بتاعت الإلاستيك سيرش، اللي هي مفترض ان انت تمام بتاخد بورت، والإلاستيك سيرش بياخد بورت مختلف تمام، بحيث ان اللوجز تبقى فاهمة ان انت رايح او يعني الكيبان نفسها تقدر تشوف اللوجز لايف. تمام. طيب نرجع تاني. بعد ما احنا عملنا دوت هنروح برضو للريجستر، نعمل ان احنا ازاي اصلا هيكتب فين. احنا بكل بساطة بان هو يخليه رايت تو ليستك سيرش، وان هو بيروح على ال 9200 ده وريتكم دلوقتي، والاندكس نوعها او الاندكس تبقى شكلها كده سيريلوج لوجز وبعد كده التاريخ. تمام. وبتكتب هنا سيريلوج، طبعا يوز سيريلوج علشان تبتدي ايه ترايت سيريلوج. طيب ازاي اصلا ان انا هعمل موضوع يعني الريستك سيرش ازاي؟ موضوع بسيط. موضوع بسيط جدا. هو عبارة عن ان انت بتكريت فايل
الفايل ده دوت يامل فايل يعني. الفايل دوت مفترض ان احنا في بتعمل ايمج على الدوكر، ومعاها كمان الكيبانا. كويس، انا ممكن اسيب لكم برضو الفايل دوت عشان تجربوا بيه. وبديله بورت، يعني علشان هو مفترض ان هو يروح على نفس البورت دوت. وده برضو البورت بتاعه 5601. تمام. وبعد كده بالباور شيل بعمل حاجة اسمها كومبوز اب. كويس. طيب، آه، افترض ان احنا ايه هنعمل كومبوز اب بعد ما احنا عملنا الفايل، يعني الفايل بتاع دوكر. فالايمجز تو ايمجز دول المفروض احنا بس بنعمل حاجه واحده، بنيجي على باور شيل، ويندوز باور شيل، بنكتب دوكر كومبوز اب سلاش دي. لو انت اصلا عندك الايمجز دي، فهو مش هي يعني يعني مش هيكريتها اوريدي. مثلا هيفهم هو بيعمل ايه. هو بيداونلود الايمج من الموقع بتاع دوكر، وده هنتطرق فيه بعدين نيجي نشرح دوكر اصلا، تكمله السلسله ديت. والمفترض ان هو آه، بعد ما بيداونلود بيروح على الايمج دي، اوريدي شغاله على الديسكتوب، دوكر ديسكتوب بتاعك زي ما هي كده، وبتاخد طبعا ال البورتس دي علشان تشتغل. طيب، المفترض ان احنا لو رحنا على ال 9200، زي ما زي ما احنا كنا عاملين في الفايل بتاع الدوكر كومبوز دوت يام 9200 دوت الاليستيك سيرش. هو بيظهر لك زي جيسون كده. مفترض ان هو اول ما يبقى شغال جيسون فايل ده دوكر بلس مش عارف ايه، يبقى هو ده ايه الاليستيك سيرش. طيب التاني، احنا كنا عاملين التاني اللي هو الكيبانا على 5601، فبرضه هنروح له. 5601 برضه ايه الكيبانا، الداشبورد زي ما انتم شايفينها، وطبعا هشرح لكم ازاي، والمفترض ان هي شغالة ازاي وهكذا. طيب، بعد ما احنا عملنا كل دوت، احنا اوريدي هنكمل. خلاص احنا كده اوريدي بقى عندنا الايمجز الموجودة على الدوكر ديسكتوب، ومفروض ان هم راننج. كويس. بعد ما هم راننج وكده، احنا المفروض ان احنا نكون آه، مشغلين يعني، نقدر بقى نجرب دلوقتي الاستيك سيرش ازاي. فهنيجي، احنا عندنا بس حاجة واحدة، كنت عامل كنترولر واحد في جيت اول برودكتس، جيت برودكت باي اي دي. كويس. هنيجي هنبتدي. انا مش عامل غير تو اند بوينت، مفروض ان هما يعني حاجة سهلة جدا. جيت هنا، وطبعا عرفت اللوجر. كويس. وعملت كونستراكتور في الكونستراكتور انجكشن دوت، زي ما انت فاهم يعني، أو زي ما انتوا فاهمين، عملت بس لوج انفورميشن. ليه؟ علشان بس افهم ان هو هيشتغل، وهوريكم ازاي هو شغال جوه الاليستيك سيرش. طيب، احنا ممكن نبتدي نشتغل كده، وهفرجكم ازاي ان هو هيسمع ازاي اصلا على الاليستيك سيرش. هنيجي مثلا اول اند بوينت كده، نعمل لها جدول عادي بيجيب، هتجيب لي كل الحاجات اللي انا اصلا كنت عاملها في الاند بوينت ديت. لو رحنا للداشبورد بتاعت الاليستيك سيرش، نعمل ريفرش، هنلاقي الاند بوينت اللي هي مفترض الساعة 46 ديت،
المفترض ان هي ماي اب نيم زي ما انا كنت مسميه الاستيك سيرش، وجايبه آه، ثانية واحدة بس عشان ايه اوريكم. get all products endpoint was called، انا قايل كده بس اهي عشان برضو تبان احسن. إيه ليها اي دي وليها الاندكس دوت، انا هقول لكم ازاي اصلا بيتعمل، وتايم ستامب تايم ستامب بتاعها دلوقتي، والاكشن اي دي، وبعد كده الاكشن نيم جيت اول. انا استخدمت الجيت اول برودكتس من الكنترولر او برودكت كنترولر دوت. الابلكيشن اسمه ماي اب نيم، ممكن اسميه حاجه تانية. تمام. الريكوست باص ده الباص بتاع الاي بي اي. الليفل بتاعها انفورميشن دي مش وورنينج زي ما احنا عاملين اصلا. والمسج ريتيرنينج ليست اوف برودكتس، الاي دي كذا والنيم ومش عارف ايه، رجعت لي فعلا الحاجات ديت اللي احنا شفناها من شويه. والمسج تمبلت ريتيرنينج ليست برودكت كذا كذا كذا. إيه لو احنا حتى رحنا كده، انا كاتب returning list of products، واعمل serialize للبرودكتس اللي هي المفروض ان هي هترجع. تمام. طيب ده اول دي اول اند بوينت. لو رحنا للاند بوينت التانية، هي بتاخد اي دي. انا مثلا لو اديتها واحد، افترض ان انا رحت هنا عملت جيت برودكت باي اي دي. ده اللي هو المفروض ان انا ابقى جيت البرودكت باي اي دي، وعامل هنا لوج وورنينج لو البرودكت اصلا ايكوال نل، ما هنجربها دلوقتي، نوت فاوند. واللوجر لوج انفورميشن ريتيرنينج برودكت. تعالوا نروح نبص كده شويه نشوف. آه ده خلاص كده عملنا ريفرش اهي فعلا. جت جيت برودكت باي اي دي. تمام. ماي اب نيم ديفلوبمنت، ننزل ريتيرن برودكت. هو فعلا جاب الاي ايه البرودكت ده باي اي دي، جيت برودكت باي اي دي، وجايب لي كل الحاجات اللي هي اصلا اللي احنا كنا متفقين عليها، علشان هو يبتدي. هو عامل لي حته اسمها ريتيرنينج برودكت بعد كده ايه الاوبجكت نفسه. طيب انا لو جيت هنا كده ورحت عملت اكسكيوت، وافترض ان هو يرجع لي مسج. بص كده على المسج دي. طيب هنلاقي اهي ليفل وورنينج برودكت ويز اي دي 0 نوت فاوند. انا فعلا كاتب له كده لوج وورنينج برودكت ويز اي دي، الاي دي نوت فاوند، وان هو بي نوت فاوند. فاحنا كده في الاخر عملنا ايه؟ احنا خلاص عرفنا ان هو بيلوج على السير لوج. السير لوج بيلوج على السير سيرش. طيب احنا في حته صغيره، احنا بعد كده خلاص احنا دلوقتي عرفنا ان هو مفترض ان انا ازاي اوصل او يعني خلاص كده انا عندي الاستك سيرش او الكبانة ان هي جايبه لي ان ازاي اللوجز بتظهر على الداشبورد. طيب احنا ازاي اصلا برضو نكون فاهمين الحتة دي؟ احنا بكل بساطة هنروح لازم نعمل الاندكس دي مانجمنت. افترض ان هي تبقى آه، انا اكريت اندكس الاول. لما بيجي اكريت الاندكس بسميها اسم انا المفروض يعني اعرفه، سواء مثلا شغال في السيري لوج، شغال مثلا اي نجت لايبرري ممكن المفروض ان هي تستخدمها عشان تلوج يعني. بس اسم يكون معروف. اول ما بكريت الاندكس دوت، انا بروح بعد كده
في الديسكفر عند اناليتكس. كويس. لو انا عملت مانج داتا فيو، باجي هنا لازم اكتب الاندكس باترن اللي انا اصلا كريته جوه اللي انا وريته لكم. بعد كده هو بيطلع لي الاندكس دوت هنا. فاوريدي خلاص بختاره، بكتب مثلا اي اسم، بختار للداتا فيو بتاعتي اسم كده وخلاص. يعني هنا اهو بعمل ايه؟ مانج سيف داتا فيو وبس. خلاص بعد ما بيطلع كده فابتدي الداشبورد بتطلع هنا. طب انا ممكن اكريت اي اندكس تاني؟ اه عادي، ممكن تكريت لكذا بروجكت اندكس. تمام. ويظهر الحاجات دي كلها تظهر في الداشبورد بتاعت كيبان. ويبقى كده بكده يبقى كنا خلصنا الموضوع بتاع الاليستيك سيرش. فهمنا ازاي ان احنا نربط ما بين الاليستيك سيرش والكيبانا، وان احنا ازاي اصلا نستخدم الدوكر. اتمنى يكونش، بس مش عايز اطول عليكم في الفيديو دوت. ان شاء الله باذن الله المره الجايه ان احنا نشرح، ننتقل بقى للحته بتاعت ان انا ابتدي اشوف الدوكر، وبرضو كيفيه السيت اب بتاعت الدوكر او حتى استخدامه. بلس كمان ان ممكن آه، نبتدي نشوف ننتقل لحاجه ليها علاقة بال استخدام الدوكر عن طريق ليها علاقة يعني بأي سيرفيس تانية موجودة وانت شغال في الابليكيشن. أتمنى تكون الحلقة التانية مفيدة، وإن شاء الله بإذن الله استنوني في الحلقات التانية. ألف شكر لكم.